بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اخوانكم في كتلة الاعمار والتنمية كان لها الشرف الكبير في لقاء وزيارة تشرفونا الاخوان في نقابة المحامين نقابة المعلمين عفوا، وبالتالي طرحوا تعديلات او مقترح لتعديل القانون اللي خاص بهم. هذا القانون كما تعرفون هو شرع في فترة النظام السابق، وبالتالي لم يعطي للمعلم حقوقه كاملة، وتعرفون التطورات التي صارت، فيجب أن ورأينا أن هذه التعديلات هي تعديلات ضرورة حقيقة. اليوم الإعمار والتنمية ليس فقط تدعم هذا المقترح التعديل وإنما تتبناه، وهو جزء لرد الجميل للمعلم الذي كان صاحب فضل علينا جميعا. هذا المجلس وهذه الحكومة وكل الرئاسات لولا المعلم لم نكن في هذه المكانات، لذلك من جانب الوفاء أن نقف مع المعلم، وهو ليس فضل أو منا من عندنا، لا، واجبنا حقيقة. المعلم أينما يكون وفي أي بقعة جغرافية من العراق هو يعمل لخدمة بلدنا العزيز. ناقشنا فقرات القانون ووجدنا أيضا هناك خلل في المنظومة التعليمية. كما تعرفون اليوم كثرة الجامعات والكليات وخاصة الأهلية، لذلك مقترحين شيء جيد ونحن داعمين أن يكون هناك معهد لتطوير المعلم حتى يكون مهيئا ليس فقط علميا وإنما اجتماعيا، وكيف يتعامل مع التلميذ ليكون فيه حقيقة. أيضا الدعم المالي يجب أن يكون، على الرغم هناك اليوم تمر الحكومة والدولة العراقية بأزمة مالية، لكن علينا أن نضع النقاط على الحروف، وأن يكون للمعلم ميزة اجتماعية ومالية خاصة حتى يكون معلما بكل ما تعنيه الكلمة. نتذكر المعلمين سابقا كيف كانت هناك حقيقة امتيازات التي كانت لهم. أيضا ناقشنا كيفية أن يكون للمعلم حماية ولا تكون مثل هذه التجاوزات، وأيضا أن تكون لوزارة التربية أن تعتبر هذه النقابة هي مرجع للمعلمين. إذا كانت الوزارة هي تدير المعلم أو المدارس أو هذا القطاع، فهذه النقابة هي روح هذا القطاع، فعلى الوزارة أن ترجع لهم. أنا أترك الحديث